أهلا بيكم في كورس الإنجليزي للمبتدئين. أول حاجة بعتذر عن التأخير، اللاب كان مكسور ولكن اتصلح وكله كويس الحمد لله. فيلا نبدأ. ده إيه؟ ده كورس إنجليزي في كل حاجة أنت محتاجها عشان تتخطى ليفل A1. يلا نبدأ. السؤال النهاردة بيقول قول 5 جمل إنجليزي وحاول تستخدم الكلمات اللي من الدرس اللي فات. 2. عاوزك تجاوب معنى كرة قدم، معنى يقرأ، معنى يأكل، وعاوزك تعد من 1 ل5 بالإنجليزي. جاوبت؟ ماشي كويس. النهاردة هنشرح المضارع البسيط. هو اسمه present simple بس هو مش simple، هو مش بسيط، ومن أصعب القواعد اللغوية سواء في الإنجليزي أو في أي لغة أنا اتعلمتها أو اتعاملت معاها، لأنه هو ما بيجيلكش بطريقة طبيعية، بيستخدم بطريقة مختلفة وبيستخدمش في كل اللغات. يعني ما تقدرش تترجم المضارع البسيط ده في اللغة العربية، فحاول تركز وحاول تفكر باللغة الإنجليزية على قد ما تقدر. هو الأزمنة في اللغة الإنجليزية هم 4 في 4، 16 زمن. ما تشغلش نفسك بيهم، ولكن خليك عارف إن في المضارع والمستقبل والماضي في 4 حاجات: السيمبل البسيط، الكونتينيوس المستمر، البيرفكت والبيرفكت كونتينيوس، التام والتام المستمر. هنتعرض لهم فيما بعد، ولكن بس خلي في دماغك الخريطة دي. طيب المضارع البسيط بنستخدمه في ايه؟ يعني الجملة تكون عاملة ازاي عشان نقول ان ده مضارع بسيط او نستخدم فيها المضارع البسيط؟ الجملة ممكن تكون حقيقة او عادة. يعني لما اقول I am a doctor او she is a teacher، دي حقيقة، دي حقيقة عني. وديك شايف كلمة am وشايف is. am و is هنا ما بيستخدموش في المضارع المستمر، لان انت اكيد شفتهم قبل كده مع المضارع المستمر. هنا هم موجودين عشان الجملة محتاجة فعل. ف am و is هنا ما بيدلوش على الزمن، ولكن هم موجودين عشان يكملوا الجملة. لان انت لو تفتكر قلنا الجملة في اللغة الانجليزية لازم تكون مكونة من فاعل وفعل ومفعول به، ما عندهمش جملة اسمية هم في اللغة الانجليزية. ف am و is هنا هما في المضارع البسيط ومش في المضارع المستمر. طيب تفرق ازاي بين am و is في المضارع البسيط والمضارع المستمر؟ لان انت ازاي بتبقوا موجودين في المضارع المستمر والمضارع البسيط؟ ازاي تعرف الفرق ما بينهم؟ اول حاجة، لو هما في المضارع المستمر لازم يجي بعديهم كلمة، والكلمة لازم تكون بتنتهي ب ing. فده هنجيله في الدرس الجاي، ولكن هتعرف تفرق ما بينهم ازاي بان am و is و are بيجي بعديهم كلمة والكلمة دي بيبقى اخرها ing. فمن هنا تعرف ان ده مضارع مستمر مش مضارع بسيط. ف I am a teacher او I am a doctor او she is a teacher دي حقائق. تاني حاجة ممكن نستخدم فيها المضارع البسيط هي عادة، حاجة بعملها بصفة مستمرة. I wake up every day at 7. وعاوزك تلاحظ معايا ان مضارع ولكني ما بتكلمش عن حاجة بتحصل دلوقتي، هي حاجة في المضارع. المضارع ده ممكن يبقى كمان 3 سنين، ممكن يبقى من 3 سنين. يعني انا ممكن اقول I am a doctor، ممكن اكون دكتور من 5 سنين وهفضل دكتور 10 سنين لو ربنا احياني. فما بتدلش قوي ان هي مضارع على قد ما بتدل ان هي حقيقة. تاني حاجة العادة I wake up every day at 7. أنا بصحى كل يوم الساعة 7. أنا كنت بصحى كل يوم الساعة 7 من 2 3، وهصحى كل يوم الساعة 7 كمان 2 3. فلاحظ معايا إن هو مش مضارع ومش بسيط، بس هو بقى اسمه المضارع البسيط. فحاول تركز في الحتة دي، إن هو المضارع البسيط هو مضارع، هو مش مضارع ومش بسيط. طيب الجملة بتتركب إزاي في المضارع البسيط؟ هي أو شي أو إت لو تفتكرهم خدناهم اللي هي الضمائر، زائد الفعل I play أو he play، زائد اس. الاس دي هي اللي بتعرفك ان الجملة في المضارع البسيط. he works in a bank معناها هو يعمل في البنك. ادي he وادي الفعل اللي هو work وادي الاس. I we you they ما بيكونش معاهم اس، دي غلطة، ركز. they work in a bank، they work مفيش اس، الاس ما بتجيش مع الفعل، دي غلطة ركز فيها.
وبعتذر عن الغلطة. النفي he أو she أو it زائد does زائد not. he does not work at a bank أو in a bank. I we you they بنحط do مش does زائد not زائد الفعل. you don't work in a bank. طيب السؤال بنبدل بقى، بنحط الفعل في الأول does مع he أو she أو it والفعل. does he work in a bank؟ هل هو بيعمل في البنك؟ مع I we you they بنحط قبليهم do وبعدين بنحط الفعل. do you work in a bank؟ هل أنت تعمل في البنك؟ طيب كلمات لو شفتها تعرف إن الجملة دي في المضارع البسيط. always دائما. I always play football أنا دائما ألعب الكرة. often برضو ممكن تقول دائما أو عادة. هي الكلمات في اللغة العربية ما بتقابلهاش كلمات في اللغة الإنجليزية، ولكن هي بتعبر عن عادة always و often و usually و sometimes. هما درجات من العادة، حاجة بتبقى أكتر من حاجة، يعني always أكتر من often، usually أكتر من sometimes، ولكنها كلها بتعبر عن حالات. never يعني عمري، أبدا يعني أنا ما عملتش الحاجة دي أبدا. I never lie أنا عمري ما كذبت. every زائد أي حاجة بقى، every day every week every month every Saturday every Sunday، كل أسبوع كل يوم كل شهر كل سبت كل حد، ده بتدل على العادة. طيب للكلمات sing he sings a song هو يغني أغنية. لاحظ معايا he والفيرب آخره اس، فدي تبقى الجملة في زمن. أحسنت. song أغنية. they sing a song. لاحظ معايا الفي والان اللي في الآخر دول معناهم إن sing verb أو فعل وsong noun أو اسم. want she wants to be a doctor هي تريد أن تصبح طبيبة. want فعل، دكتور طبيب. you want to be a doctor أنت تريد أن تكون طبيب. see يرى. I see a dog أنا أرى كلب. dog كلب. they see a dog هم يرون كلب. help يساعد. she helps children فعل help. children أطفال. we help children نحن نساعد الأطفال. live يعيش. I live in Moscow. in ركز in مش اسم ولا فعل، in أداة. I live in Moscow أنا أعيش في موسكو في مدينة موسكو. نكمل الأرقام 6 6 7 7 8 8 9 9 10. أسئلة نعنش بيهم ذاكرتك. كون 5 جمل بالعربي على طريقة اللغة الإنجليزية. الأسئلة دي على الحلقة أو الحلقة اللي فاتت. الجملة بتتكون من فاعل وفعل ومفعول. حاول تكونهم بالعربي وبعدين لو عرفت حاول تكونهم بالإنجليزي، وعاوزك تعد من 1 ل5. النصيحة متعلمش كلمات، اتعلم جمل عشان تبقى تستخدم الجمل في سياقها. يعني كذا حد بيسألني بيقول لي أنا عارف كلمات كتير قوي بس مبعرفش أتكلم. ده لأنك مش عارف الكلمات، أنت عارف حاجة ومعناها بس مش عارف تستخدمها في سياق. فعشان كده احفظ جمل مش كلمات. يعني الكلمات اللي انت حفظتها قبل كده حاول تزودها على الكلمات اللي انت بتحفظها دلوقتي. يعني مثلا احنا خدنا sing و song. I sing a song انا بغني اغنية، فانت كده عرفت الجملة وعرفت sing بتستخدم في انهي سياق وعرفت song بتستخدم في انهي سياق. طيب الواجب عايزك تعمل 5 جمل في المضارع البسيط، ولو انت شاطر قوي اعمل 5 جمل ونفيهم واسأل عنهم. وعايزك تسمع الاوديو التاني في البريتش كونسل، ببقى سايب اللينك في الديسكريبشن. وشكرا، وإن شاء الله اللاب ما يتكسرش ونكمل الكورس ده على خير. أشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.